اقوى 4 صفقات الاهلي هيخلصها في الايام اللي جايه، 2 هيكونوا في الهجوم و2 هيكونوا في الدفاع. ورقم 4 يا صديقي هادي رياض، لاعب بتروجيت، اللاعب اللي عنده 27 سنه، لاعب مميز وقوي ولفت انظار النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. ورقم 3 يا صديقي عمرو الجزار، لاعب البنك الاهلي، اللاعب اللي عنده 26 سنه بس. وعمرو الجزار لاعب قوي جدا ومميز في الكور العاليه واللي على الارض. اما بقى في الهجوم فالاهلي بيفكر في أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، اللاعب اللي عنده 25 سنة، لاعب هداف ومهاجم صندوق زي ما الكتاب بيقول، ويقدر يخلص لك أي هجمة توصل له في ال18. أما رقم 1 مروان عثمان الشهير بأوتاكا، لاعب سيراميكا كليوباترا، اللاعب اللي عنده 23 سنة بس، لاعب صغير ويقدر يلعب لك في كذا مكان، في راس الحربة ماشي، في الوينجات ما يضر، ده كمان يقدر يلعب تحت راس الحربة. قول لي ايه رأيك يا صديقي في الصفقات ديت ومين اللي الاهلي محتاجه فعلا؟ وكالعاده ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا.